اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده تجربتي الشخصيه، مش اعلان ومش دعايه ومش هجوم على اي حد خالص. من فتره شفت اعلان عن كريم ميكس فيلر، وكان الكلام عليه كتير جدا. ناس بتقول ان هو بيشد البشره وبيحسن الشكل وكمان بيملى الخدود، يعني الكريم السحري. فقررت ان انا اشتريه. اشتريت المنتج ده يوم 18 12 وبدات استخدمه بانتظام زي ما مكتوب على العبوه بالظبط. وكمان انا كنت نزلت لكم فيديو شورتس على القناه عشان خاطر اقول لكم ان انا هبدا اجربه من يوم 18 12، عشان ما حدش يقول لي ان انت جبت الكريم وما استخدمتوش. لا، انا جبته من يوم 18 12 وبدات استخدمه زي ما مكتوب على العبوه بالظبط. وعايزه اقول لكم ان انا كنت مستنيه بقى الاقي فرق بقى والنتيجه، بس بصراحه اتصدمت لاني فعلا ما شفتش اي تغيير ولا اي فايده واضحه خالص ولا اي شيء ملحوظ من الكريم. عايزه اقول لكم كمان ان الكريم بالظبط يعني شبه كريم الشعر بالظبط، الريحه بتاعته ريحه كريم الشعر. فانا مش شايفه فيه اي تغيير ولا اي فايده خالص. عايزه اقول لكم كمان ان انتوا لو حد فيكم جرب المنتج ده وطلع معاه كويس، يا ريت تكتب لي في التعليقات ويقول لي. ممكن يكون انا مثلا مش عامل معايا حاجة، او هو ممكن يكون هو ريحته كده. بس انا عايزة اقول لكم فعلا هو ما ينفعش خالص للبشرة، لان فعلا الريحة بتاعته ريحة كريم شعر بالظبط. انت حتى لو انت اشتريتيه وجربتيه قبل كده بتهيالي هتقولي لي نفس اللي انا بقوله، لان فعلا هو كريم فعلا عامل زي كريم الشعر، ما ينفعش خالص يتحط على على البشرة خالص. طبعا لو حد فيكم جرب المنتج ده يا جماعة قبل كده، يا ريت يكتب لي بس تجربته في التعليقات عشان ابقى عارفة، وكمان الناس كلها تستفيد. زي ما انتم شايفين العلبه كلها مكتوب عليها كلام بالانجليزي بيوحيكي بقى ان الكريم جاي مستورد بقى، والكريم دوت اللي هيعمل معاكي بصي الصح في بشرتك. الصراحه انا اشتريته، وعايزه اقول لكم ان هو تجربه يعني معايا كانت تجربه سيئه جدا، لان هو فعلا خساره فيه الفلوس اللي انا دفعتها. شايفين العلبه دي شكل العلبه. انا استخدمته بانتظام والله الصبح وبالليل زي ما مكتوب على العبوه بالظبط. لدرجه ان انا خلاص قربت اخلص الانبوبه. هوريكم كمان السمك بتاع الكريم من جوه عامل ازاي. يعني حاجه تحس كده ان هو كريم شعر والله. يعني استنى هوريكم كده. بصوا انا خلصت اصلا العبوه كلها. شايفين منظره ده منظر كريم للبشره. فعشان ما اظلمش الشركه بتاعته يا جماعه، لو حد فيكم جربه وجاب معاه نتيجه يا ريت يكتب لي في الكومنتات ويقول لي رايه فيه ايه بصراحه، علشان كلنا نستفيد، عشان ما حدش يروح يقع في نفس الغلطه بتاعتي ويرجع يشتري كريم وفلوس تروح على الفاضي. لا بجد المنتج ده انا اديله 0 من 10، لان هو فعلا مش كريم للبشره خالص، ومش كريم يمس البشره باي صله خالص، لانه فعلا فيه ملزق. وكمان كريم شعر ريحته ريحه الكريم الشعر والله. بصوا ملزق في ايديا ازاي. مستنية تعليقاتكم تقولوا لي لو كنتوا استخدمتوا الكريم دوت، تكتبوا لي في التعليقات وقولوا لي عمل معاكم ايه. طبعا انتوا عارفين ان انا تملي بقول لكم على تجربتي الشخصية.